السياسي لمجتمعنا الفلسطيني الكل الفلسطيني، لا، لكن ان تعطي قرارا بنتيجه سابقه، انا اخواننا اطالب اخواننا هذه المؤسسه الوطنيه لما صدر من القوى منفرده من بيانات إننا لم نمنع دخول ديوان الرقابة العامة من العمل داخل النقابة وفقا للقانون، وسلمناهم مكتبا داخل النقابة وسهلنا عملهم. ثانيا، لم يقدم أي من موظفي الرقابة شكوى للمجلس تتعلق بعدم التعاون من قبل الموظفين بالنقابة. ثالثا، فوجئنا بالاعتداء باقتحام النقابة من قبل الشرطة المدججة بالسلاح دون سابق إنذار ودون معرفة السبب ودون تسليم النقابة أي قرار بذلك. رابعا، انتهاك حرمة نقابة المحامين الفلسطينيين وثم الاعتداء على الموظفين بفتح السلاح على بعضهم وتهديد الموظفات بالحبس. خامسا، تدخل بعض المحامين والشخصيات الوطنية لإنهاء حالة الاعتداء وإخراج الشرطة خارج أسوار النقابة للجلوس إلى أن المشكلة استمرت حتى الساعة 3 عصرا. سادسا، إن البيان الصادر من وزارة الداخلية والأخير الصادر عن ديوان الرقابة قد جانبها الصواب فيما ذكر فيهما من توضيح مغلوط وبعيد عن الحقيقة، وما يؤكد قولنا الصور التي تم نشرها وشهادات من كانوا بالنقابة في لحظة الحدث. سابعا، تؤكد نقابة المحامين على احترامها القانون وتمسكها بنفاذه بالطرق والإجراءات السليمة والمتفقة مع القانون. ثامنا، نقابة المحامين النظامي الفلسطينيين تقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني ومواقفها الوطنية والتاريخية المشرفة في جميع المجالات والقضايا الوطنية والاجتماعية. نحن اجتمعنا اليوم مع الفصائل الفلسطينية في اجتماع هام جدا في ظل ما تعرضت له نقابة المحامين الفلسطينيين الأسبوع الماضي من انتهاك لحرمتها. تم تدارس هذا الوضع وتبعاته على المستوى الوطني والنقابي وعلى مستوى حتى المصالحة الوطنية. قمنا بشرح ما حدث لهم وبالتنويه إلى خطورة هذا الفعل وإلى التنبيه لعدم تكراره في المستقبل، لا ضد نقابة المحامين ولا غيرها، مع الرفض القاطع من قبلنا. كما أكدوا هم أيضا على نفس الموقف بشأن استخدام القوة العسكرية أو قوة الأفراد ضد أي مؤسسة فلسطينية أو حتى ضد الأفراد أنفسهم.